ما جرى ايه يا زيزو يا ابني؟ بقى الاسبوع برن عليك وببعت لك على الواتس وانت مش بترد، وبعت لك ميدو البيت فضل يخبط محدش فتح له. ايه الحكايه بالظبط؟ كل سنة وانت طيب يا حاج حسين يا لبيب. ما هو كان اجازة العيد بقى، فرحت اقضيها في الفيوم وكنت بصطاد بط وانارب. وهو لا مؤاخذة، انت كنت عايزنا في حاجة ضروري؟ اكيد عايزك. ما هو احنا ما وراناش غيرك اليومين دول. بس قبل ما نتكلم في الموضوع، انت ايه التيشيرت الاحمر اللي انت لابسه ده؟ ده مش عوايدك يعني، انا كده ابتديت اتوغوش. لا عادي يعني، عجبني ولقيت سعره حلو فاشتريته من محل اسمه ملوك افريقيا. المهم بقى يا حاج حسين انجزني، علشان ورايا مشوار مهم انا والحاج ابويا. مشوار مهم انت وابوك؟ ماشي يا سيدي، براحتك. المهم، احنا كل ما نيجي نكلمك على التجديد في الزمالك بتأجل ليه في الموضوع ومش راضي تجدد؟ يا ابني ده انت بتلعب في اكبر قلعة رياضية في مصر. بص يا حاج حسين، اللي يتكسف من بنت عمه ما يكسبش معاها بطولات. واكبر قلعه رياضيه في مصر مستخسره فيها 100 مليون. ده في ناس تانية عرض عليا 120، والسكن والمواصلات عليهم. ايوه بقى كده، طلع اللي في الجراب عندك. يبقى الكلام اللي سمعناه صحيح، ان انت هتمضي في الاهلي وشغال معاهم مفاوضات واحنا نايمين في العسل. الصراحه انا مش هخبي عليك، كل كلامك صح. وبعدين ما تاخذنيش يعني، انا زهقت من بطوله الكونفدراليه دي، وعايز اعمل شيفت كارير واغير بقى والعب في بطوله افريقيا اللي الاهلي بياخدها كل سنه دي. يا ابن احمد ربنا وما تطمعش. ده بطولة الكونفدرالية دي في ناس كتير قوي نفسهم يلعبوا فيها. ده لسه بتوع ريال مدريد مكلميني وعايزين يلعبوا مكاننا في البطولة دي وانا مرضتش.